الافريقيه اللي جايه. بس حاجه غريبه قوي يا جماعه انا مش فاهمها. وادي دجله اول مره يشارك هيلعب من دور ال 32 وهو والنادي الاسماعيلي، والنادي الاهلي طبعا بطل افريقيا هيلعب من دور ال 32 طبيعي، ولكن الزمالك هيلعب من دور ال 64. انا مش عارف يعني ايه، هو الناس المسؤولين في افريقيا دول قصدهم بجد يعملوا كده مع الزمالك؟ يعني الزمالك من سنتين فاتوا قال لك الزمالك اصله ما بيوصلش بقاله فتره دوري المجموعات، بعد كده الزمالك وصل دوري المجموعات وخرج، بعد كده الزمالك وصل تاني دوري المجموعات السنه اللي فاتت وخرج، وعمل نقاط افضل من الموسم اللي قبليه. يعني طب دوري مجموعات يعني احسن 8 فرق في افريقيا، طب معناها انه ما بيبقاش من احسن 32 نادي في افريقيا؟ يعني 32 نادي مش هيلعبوا في الاول، دور ال 64 في 64 فرقه هيلعبوا مع بعض، وبعد كده 32 يتاهلوا عشان يلعبوا مع ال 32 التانيين. مش عارف، او مثلا جزء هيتاهل، لكن هل الزمالك مش من احسن 20 فرق في افريقيا؟ مش من احسن 30 فرقه في افريقيا؟ مش عارف ايه اللي بيحصل مع نادي الزمالك. على العموم نادي الزمالك هيلعب في دور ال 32 مع اي اس دوان بطل النيجر، وهيلعب اول مباراة الذهاب في مصر يوم 7 أو 8 أو 9 فبراير، ومباراة العودة هتكون بعديها بأسبوعين 14 و15 و16 فبراير. لا مش بأسبوعين بقى، ده على طول بعديها بأسبوع.